الصباح ديال 9 نوفمبر من سنة 2005، الهدوء اللي كاين في المدينة ديال روبنسون في الميريكان غادي يتهرس بواحد التليفون للبوليس. هاد التليفون من طرف واحد الزوجة كتقول للبوليس باللي الباب ديال الجردة ديال دارها محلول، والزوج ديالها مجبد في الناموسية والدموات كتقطر منه. شنو وقع بالضبط وكيفاش راجل هاد السيدة تضرب في راسو؟ واش ضربت شفارة ولا حسابات ديال العصابات؟ حط حدايا اتاي واجي تسمع هاد القصة المشوقة، وما تنساش لايك والاشتراك في القناة. قبل هاد الصباح ديال 9 نوفمبر كانت الحياة مزيانة وكل شيء على خير. دارلين واحد السيدة محبوبة وطموحة وقرات التمريض، يعني فرملية، وكيت هو راجلها. كان واحد الراجل هادئ وكيبغي الخدمة ديالو، واختار الزواج من دارلين وتكوين عائلة على حياته المهنية. يعني فضل الزواج والاستقرار على الحياة ديالو المهنية. كانوا عندهم 3 الوليدات وبناو واحد الدويرة حدا دار العائلة ديال كيت، اللي هو الحلم ديال أي راجل يكون قريب من العائلة ديالو نورمال. دازت الأيام والشهور، كيت بدل الخدمة ديالو والصالير ديالو في الخدمة الجديدة ديالو قليل وما بقاش كافيه، وبداو المشاكل ديال الفلوس بينو وبين دارلين اللي هي المرا ديالو. على برا كيبانوا ضاحكين وناشطين، لكن المسافة العاطفية بيناتهم غادية وكتكبر. نرجعوا دابا لذاك الصباح ديال 9 نوفمبر من سنة 2005. دارلين فاش عيطت للبوليس قالت لهم باللي هي نعست مع الولاد، ومع 6 ديال الصباح فاقت، لقات الباب ديال الجردة مفتوح والخزنة ديال السلاح اللي في الدار مرونة. وكما عارفين المراكنة معروفين بالسلاحات في الدار، يعني اي ميريكاني كيكون عنده سلاح ولا جوج. ايوا، وقالت للبوليس باللي لقات راجلها كيت مجبد في الناموسية وما كيتحركش والدماوات كتقطر منه، وبالضبط من الراس ديالو. جاو البومبية لقاو عنده إصابة بواحد القرطاسة في الراس ديالو والتنفس ديالو متقطع. من بعد ما داوه للسبيطار وداروا جميع المحاولات للإنقاذ ديالو، جلس فيه يومين ومات. والدار اللي كانت جامعة دارلين مع كيت غادي تولي مسرح جريمة. هنا البوليس غادي يبداو يشكو، ما كاينش بيبان مهرسين ولا سراج مهرسين، وشي أسلحة محطوطة مور الباب بحال اللي شي واحد حطها. ومع التحليل ديال الجثة ديال راجلها بان لهم باللي التوقيت فاش جاتو قرطاسة في الراس ماشي هو نفسه توقيت اللي صونات فيه الزوجة ديالو